كان غبريل يتكلم مع العذراء مريم ووجهه يتلألأ. مش وجه العذراء اللي هو اللي يتلألأ، ده هو بيتلألأ من وجه العذراء. هل معقول يا رب في ناس محل رضا ومحل سرورك ومحل سرور ملائكتك؟ طبعا كتير جدا جدا جدا. وشوفوا بقى الملائكة بطيبتهم وحكمتهم ونعمتهم وبركتهم، لما شاف ان العذراء اضطربت من الكلام وفكرت يعني ايه السلام ده، يعني ايه ممتلئة نعمة، يعني ايه كذا، يعني قال لها ما تخافيش. الملائكة دايما بتطمنا، ودايما الملائكة تحمل رسالة طمأنينة. ولعل هذه الكلمات لا تخاف أو لا تخافي أو لا تخافوا هي كلمات ملاصقة ومرافقة لكل أحداث التجسد الإلهي وأحداث الميلاد المجيد. الملاك راح قال لزكريا ما تخافش، قال العذراء ما تخافيش، وقال الرعاة لا تخافوا أنا أبشركم بفرح عظيم. الملائكة ما يحبوش يشوفوا حد من البشر مضطرب ولا منزعج. الشاطر اللي هو لما يلاقي عنده انزعاج أو اضطراب يندى على الملاك، يقول له يا سيد الملاك، يا ملاك الرب ميخائيل، يا ملاك الرب غبريال، يا ملاك الرب رفائيل. على طول يقول له ما تخافش ما تخافش، أنا جاي لك أهو بسلام وطمأنينة.